السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالنا النهاردة عن آية ذكرت في سورة إبراهيم، وسميت سورة إبراهيم بهذا الاسم لأنها تداولت قصة حياة سيدنا إبراهيم حتى من قبل الدعوة إلى أن من الله عليه بالنبوة. ولكن الآية ذكرت في وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة ماريا القبطية، وكان طفلا صغيرا وهو يحتضر لقنه النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الأسئلة الثلاثة التي يسألها منكر ونكير في القبر. وهذه الأسئلة هي: من ربك؟ ما دينك؟ من هو النبي الذي نزل فيكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لقن إبراهيم الطفل هذه الأسئلة، فسيدنا عمر بن الخطاب بكى، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله: ما يبكيك يا عمر؟ فقال سيدنا عمر: يا رسول الله، ابنك لم يبلغ الحلم ولم يجر عليه القلم ولا يحتاج إلى تلقين، فماذا يفعل ابن الخطاب وقد بلغ الحلم وجرى عليه القلم ولا يجد ملقنا مثلك يا رسول الله؟ فنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبيتا لعمر وطمأنة لقلبه. فما هي هذه الآية؟ الإجابة على جروب الواتس في أول تعليق.